السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في الأول كده عاوز أبعت تحية للأستاذ عاصم، مستر عاصم، مشجع زملكاوي جميل عنده فوق ال70 سنة، وراجل محترم وصديق ليا على اليوتيوب. حبيت أبعت له تحية لأنه راجل محترم ويستحق كل خير. أنا عاوز أتكلم النهاردة على اللي حصل لحسين الشحات. ده جرس إنذار لأي لاعب يضحي من أجل النادي الأهلي. اتكلمنا في معلول بما فيه الكفاية، واتكلمنا في السولية بما فيه الكفاية، بس الناس دي ما ضحتش زي حسين الشحات. النهارده الكابتن سيد عبد الحفيظ بجلالة قدره، كابتن سيد عبد الحفيظ بجلالة قدره قعد مع حسين الشحات واخوه النهارده، ومعاهم عصام سراج. عصام سراج ملوش ذنب. عصام سراج تجيبه يجيب لك لعيب من بره، يتفق لك مع لعيب من جوه، يتفق مع أندية. الكلام ده ملوش يتفق مع لاعب أصلا موجود في النادي وهيجدد عقده أو هيمدد عقده. 25 مليون، الراجل طالب 35، أنت قايل له 20، جيت علتها له 5. طب ما تقول له 30 وأنت بتدفع حاجة من جيبك. ما بجملت. أنت مش في مجلس الإدارة ولا على الحلوة بس؟ في مجلس الإدارة ولا مش في مجلس الإدارة؟ في مجلس الإدارة. عندك كامش النادي بتاعك كان هياخده، وكنت هتوفر 200,000 يورو يدفعوا بعد شهر. ما شفناكش عملت فيها برم ومشيت كلامك على طرب وخليت كامش مشي عشان انت بتحب مصلحة النادي اللي بتفاصل مع حسين الشحات عشان مصلحة النادي. ال 200,000 يورو دول يخش لهم في 15 مليون مصري، يا اللي بتفاصل مع حسين الشحات. حسين قام من القعدة هو واخوه وقال لك خلاص يا كابتن ايه؟ فانت قلت له خلاص هنقعد تاني قعدة تانية بعد اسبوع. بعد اسبوع ايه؟ الفرق دلوقتي بتتعاقد وبتسكن مدربينها ولاعيبتها. هيجي لك بعد اسبوع تبقى تزوده مليون ولا 2 مليون؟ روح يا حسين، روح ليبيا، روح الامارات، روح بيراميدز وانا مش هبقى زعلان منك. عشان الكابتن سيد اللي عايش في الدور وعامل نفسه حمى الحمى، هي ما جاتش على حسين الشحات يا عم سيد. ده انت دقت من الذل ده. انت دقت من اللي انت عاوز تدوقه لحسين الشحات بدل المره 2. مره جوزيه بطلك كوره وانت قادر تدي، ومره الكابتن خلاك جيت مجلس الاداره ومعاك الورق بتاعك والشغل بتاع الموسم الجديد، وما رضيش يرفع سماعه التليفون ويقول لك خلاص يا سيد انت بره المنظومه. لا، سابك وجابك خلى قفاك قايم مقمر عيش مع مجلس الاداره ومحسن صالح والناس اللي ما كانش لها لازمه في النادي. اتعظ يا اخي. حد يطلع يقول لي ده ليميت وماشي. ليميت ايه وزفت ايه؟ حسين الشحات بره اي ليميت. حسين الشحات ليه حق على النادي الاهلي وجماهير النادي الاهلي انها تدافع عنه. حسين الشحات ضحى بكتير من اجل النادي الاهلي. لو فضل في الامارات كان بقى معاه فلوس دلوقتي ولا عند اي حد بيلعب كوره في مصر. ساب الدنيا دي كلها وجالك خد 14 مليون والكلام ده، ومفيش اي مشكله. العب يا حسين بيلعب، اقعد بره يا حسين بيقعد، اطلع بره القايمه يا حسين بيطلع، اتغير يا حسين بيتغير، انزل 5 دقايق بينزل. عاوزين ايه؟ انتوا حلال فيكوا امام عاشور اللي بيقلب وش امه في الدقيقه 87 و88 وهو خارج، وتروحوا تقعدوا معاه عادات نفسيه. ومش نفسيه ايه؟ حط الفوتبول بتاع حسين الشحات في الملعب بقد ال 30 واحد عندك اللي متقاعدين في النادي. شوف السنه دي في المباراه بتاع الزمالك مين اللي خلصها لك؟ بتشطر على حسين الشحات بالطريقه الوسخه ديت. انسى ان في نجاح تاني هيحصل في النادي، ومش هتاخد بطوله افريقيا. لو عملت البدع، لان ربنا ما بيحبش الظلم. مش هتاخد بطوله افريقيا. انت عندك اللعيب المحترم هو اللي بتعرف تدوس عليه بس. اليو بادجي كان احسن مهاجم جالك في الفتره الاخيره، عمل مشكله مع موسيماني بيه، قال لك لا مش عاوز، اطلع اعاره. حاضر. نجيبه تاني يا موسيماني، لا اطلع اعاره. حاضر. موسيماني مشي. طب ما تجيبه عشان بيقول حاضر. حسين الشحات بيقول حاضر. اتبدل يا حسين
حاضر. اقعد بره يا حسين. حاضر. انتوا عايزين لعيب يكون نمرود، والنمرود يليق بيكم، لان انتوا عالم نمارده ما ينفعش معاكم الا النمرود. حسين النهارده منزل الصور بتاعته للصوره مع الناس في التتش وخلاص كده حسين. وانا لو مكانك يا حسين النهارده حمدي النهارده لاي نادي يحرق دم مجلس الاداره بتاعت النادي الاهلي. امضي البيراميدز، لو الزمالك عنده قيد امضي للزمالك، وانا اللي بقول لك، لان انت تستاهل تقدير اكتر من كده. مين سيد عبد الحفيظ؟ انت عضو مجلس اداره يا ابني، زيك زي اصغر عضو مجلس اداره الواد ابن العم فاروق. الله يرحمك يا عم فاروق، انت بجد اللي كنت تليق تبقى رئيس للنادي الاهلي. وللاسف انا واحد من الناس كان مضحوك عليا، كنت بقول ما يليقش للنادي الاهلي ده الا العم فاروق الله يرحمه، وبعد منه سيد عبد الحفيظ. سيد عبد الحفيظ مين يا عم الحاج؟ انت تروح تقعد مع ابراهيم فايق تشرب حمص الشام، تقعد مش عارف ايه، حافظ لي تاريخ كام بطوله، وتقعد ترول على الناس. مرتضى شتم الاهلي في عصر محمود طاهر وانت قاعد في الاستاديو وعملت نفسك مش سامع. ده صوت مرتضى يتسمع من غير تليفون. هنصيع على بعض، لان انت ساعتها كنت خارج منظومه النادي الاهلي. اما جيت منظومه النادي الاهلي بقى ترد على مرتضى وابنه، لان انت عارف ان فيه حائط صد لاي حد يجي على اي واحد محسوب على النادي الاهلي. خرجت من النادي الاهلي كتر خيرك يا سيدي، ما خرجتش تسريبات. واحنا بنتاجر في المخدرات، والنادي الاهلي بيتاجر في السلاح. ما تطلع تقول زي اللي قال. هتعاقد مع مدرب، هتعاقد مع لعيبه مش عارف ايه، وطلع يفسي وجاب لنا كامش وعمرو الجزار. ده اللي انت جبته؟ ده اللي انت جبته؟ ما لعبوش الاثنين. وعندك المدرب ملوش لازمه، غصب عليك انت والتخين في مجلس الاداره عشان يعاند مع كامش يلبسك 15 مليون دولار، 15 مليون جنيه، ال 200,000 يورو اللي قعد بيهم كامش. وكان النادي بتاعه عاوزه، ما كناش هندفع ال 200,000 دولار. انتوا احسن ناس تضحك على جماهيركم، عمال تسرب مدرب مش عارف ايه، مدرب يوريتيتش، مدرب برتغالي، مدرب مغربي. ده حسين عموته، لا ده الركراك. حسين عموته ايه؟ ده حسين عموته ماسك الاردن واخد 6-0 من النرويج. 6-0 من النرويج، واتغلب 4-1 مش عارف من فريق ايه تاني. 4-1 هيجي يعمل ايه حسين عموته؟ وبعدين حسين عموته هيبقى مع مين؟ وعلى فكره قبل ما اقفل، انت يا سيد فاكرها ان هي ايه الورث اللي ابوك سابهولك؟ انا محمد شوقي عاجبني، عايز اجيب محمد شوقي بالعافيه، عاوز اجيب وائل جمعه، وجبت وائل جمعه، عاوز اجيب اكرم توفيق وقصهم بالدولارات بتاعت محمد علي بن رمضان، بس المهم ان انا اجيب اكرم توفيق، اديل الشمال والشمال يجيب اكرم توفيق. اكرم توفيق هيجي يعمل ايه؟ اكرم توفيق بطل كوره. انا كنت بطالب باكرم توفيق انه يلعب باك يمين مع المنتخب، وانت يا حسام يا حسن ساعدت برضه. يعني انت واخد واد اسمه طارق علاء باك يمين احتياطي لمحمد هاني، وعندك حسين الشحات باك يمين يعمل لك جبهه من نار مع اي حد بيلعب بيمة اليمين، مع حسين الشحات، يلعب مع محمد صلاح، مع زيزو، مع اي حد، وسبته واخد طارق علاء. احنا اصلا هنا ملناش كرامه لنبي في وطنه. ويا حسين الشحات اقسم بجلاله الله اللي انت هتعمله انا معاك. اطلع خد 100 مليون جنيه في السنه، حط رجل على رجل. الناس دي ما بيشتغلش معاها الا الناس اللي هي ليها ظهر. مين ادى الاهلي قد ربيع ياسين؟ واخد معاك زكريا ناصف قبل كده اللي ساب الاهلي ولعب في الزمالك واخده. جاب عادل عبد الرحمن في قناه الاهلي وراح للزمالك واخده. ايمن شوقي راح للزمالك وعملوا استوديو تحليلي قبل كده. يا راجل كش يا راجل. ومصمم لي على الواد اللي هو متجوز اللي اسمه هشام جمال اللي يمسك رئيس قناه النادي الاهلي. يا راجل بيت الظالم بيتخرب قبل بيت المهمل. يا ظالم يا عالم يا ظلمه. وابشرك خير يا سعد عبد الحفيظ، انت هتاخد فوق دماغك.